أعاني من زوجي حيث إنه لم يأتي منذ 8 سنوات وطردني من بيتي منذ 4 سنوات، فاستأجر لي أبنائي منزلا أسكن فيه مع بعض أبنائي، وزوجي منذ 8 سنوات وهو لا ينفق علي شيئا، ويأتي الآن إلى بيتي ويطلب مني الغذاء والعشاء ويأخذ ما تيسر له من الطعام وأنا كارهة له وكارهة بفعله، فماذا أفعل؟ فإني أخشى أن أتصرف بأمر أكون فيه آثم، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مظلمة، كون الزوج 8 سنوات وهو مضيع حق هذه المرأة وحق أولادها، حقها في الطعام، حقها في السكن والنفقة عليها، وكذلك حقها في الفراش وإعفافها عن الحرام، هذا كله من الظلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فكما أن اليتيم إذا ظلم وأوذي وقهر لا يستطيع أن يشتكي إلا إلى ربه، لأنه فاته والده الذي هو سنده بعد الله عز وجل وقد لا يجب من يرحمه، كذلك المرأة فإنها تظلم وتؤذى ويؤخذ حقها من بعلها وزوجها، ولكن لا تجد أحد تشتكي إليه إلا الله جل جلاله. ولذلك عظمت مظلمة المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحرج حق الضعيفين. فالمرأة فيها من العواطف ما قد تظلم سنوات عديدة ولا تستطيع أن تشتكي لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها من عاطفتها لزوجها وأولادها، تخاف على نفسها، تخاف على أولادها، ولكن الله عز وجل لا يغفل عن ذلك. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فالله بالبصر. ولقد سمع الله شكوى المظلومة من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها فسمعه الله من فوق 7 سماوات، لأنها مظلومة ومحرومة وأخذ حقها أخذ مالها بدون حق. فهذا الذي ورد في السؤال من كون الرجل 8 سنوات والعياذ بالله لا يعطي المرأة حقها في فراشها ولا يعطيها حقها في النفقة عليها وعلى أولادها ويخرجها من بيتها، ثم يأتي كل يوم لكي يصيب من طعامها وطعام أولادها. أعوذ بالله من الظلم، فإن الظلم ظلمات. وإذا كان هذا الرجل يظن أن المرأة ساكتة عن حقها لضعفها، فإن الله سبحانه عزيز ذو انتقام، ولله سطوات ولله نقم، وسبحان الله إذا أنهل الظالم ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فينبغي على هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه فيما استرعاه من هذه الأمانة. المرأة أمانة في عنق زوجها، أمانة حتى في مشاعرها وأحاسيسها، ولذلك قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فالإسلام دين يدعو إلى قيام بيوت المسلمين على المودة والرحمة، لا على القسوة والغلظة والظلم والأذية والإجحاف وأكل المال بالباطل. فهذا كله ليس من شيمة الكرام، من شيم الكرام، وإنما هو من شيم اللئام، والله عزيز ذو انتقام. أوصي هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يفر من الله إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نقوم بحقوق أهلنا وأزواجنا وأن نؤديها على الوجه الذي يرضيه. فحق على من تزوج أن يتذكر الميثاق الغليظ. قال بعض السلف في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال عبد الله بن عمر: الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالنساء لا يمسكن للظلم ولا للاضطهاد ولا للأذية ولا للتضييق ولا للقهر ولا للمساس بمشاعرهن واستغلال ضعفهن، فكل ذلك من الظلم.
فالاعتداء على مالها بالأكل والشرب بدون وجه حق، حتى الاعتداء على راتب المرأة إذا كانت موظفة يعتدى عليها ويؤخذ من مالها بدون وجه حق، كل ذلك مما لم يأذن الله به. وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل. أما هذه المرأة فأوصيها أن تصبر، ولو لم يكن للصابر إلا أن الله معه لكفاه بذلك فضلا وشرفا ونبلا. وإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ولا تزال المرأة تصبر حتى يعلي الله قدرها بالصبر ويعظم أجرها، ولعلها أن تنال في الجنة درجة بصبرها لا تنالها بكثرة صيام ولا قيام. فأوصيها بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وأي امرأة ابتليت بزوج يهضم حقوقها ويضيع مالها فعليها أن تتعزى بالصبر، فإن الله عز وجل يخلفها خيرا. فالمرأة لا يعرف حقها وقدرها إلا الله، مهما قدم الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، إذا وجد الظلم ممن يقوم عليه كالزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، وكذلك عموم الناس ينبغي عليهم الصبر. فكلما صبر المؤمن أعانه الله وثبته وأحسن العاقبة له، والله يحب الصابرين. أما الأمر الثاني أوصيها بتذكيره بالله وتخويفه بالله، فإنها إذا نصحته واستدامت تذكيره بالله لعلها أن تصادف ساعة يخشع فيها قلبه ويقبل فيها على ربه ويحسن فيها من بعد إساءة ويصلح فيها من بعد إساءة. فإذا عظم عليها الأمر واشتد عليها الكرب فأوصيها أن ترفع أمرها إلى قرابتها كأبيها وأخيها ومن يلي أمرها من القرابة، فهذا أستر وأفضل. فمشاكل النساء والمشكلات الزوجية ينبغي أن تحل داخل البيوت متى أمكن ذلك وتيسر ذلك لما فيه من الستر. تنظر إلى والدها، إلى أخيها، إلى ذوي قرابتها من العقلاء الحلماء الحكماء الغيورين الذين عندهم غيرة على الحقوق وينصفون ويعدلون، فتشتكي إليه بعد الله عز وجل. فإذا لم تجد نظرت إلى قرابة زوجها كأبيه وأخيه وعمه وخاله وعرضت عليه الأمر واشتكت له قبل أن ترفع أمرها إلى القضاء. فإذا أعياها الأمر ونفذت الحيلة فترفع أمرها إلى القضاء حتى تنصف من هذا، ولكن الأفضل والأكمل أن تصبر. وأوصي هذه المرأة بأمر مهم يوصى به النساء بل يوصى به كل من ضاع حقه، أنه ينبغي عليها ألا تضيع أجرها. فبعض النساء أصلحهن الله إذا ظلمن من أزواجهن تحدثنا وأفشينا ما بينهن وبين أزواجهن حتى تذهب أجورهن، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرأة المسلمة إذا ابتليت أن تصبر وأن تستر زوجها وأن تتعلى بالصبر، فإن الصبر نعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، أي وجدنا العيش يطيب وتلذ الحياة إذا صحب الإنسان كدرها وهمها وغمها بالصبر عليه. والله تعالى وعد الصابرين بالفرج وقال سبحانه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فشهد الله من فوق 7 سماوات أنه ييسر العسر وأنه يبدل الهم والحزن. فاصبري، أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك على المرضاه وأن يحسن لنا ولك العاقبة، والله تعالى